أصدقاء كرتونيتا. فيلمنا بيبدأ بأمير وسيم جدا عايش في القصر بتاعه وبيملك كل حاجة حلوة، ولكن كان قلبه قاسي ومعندوش رحمة. في يوم من الأيام خبطت على بابه ست عجوزة وهدت له وردة مقابل إنه يقويها من برد الشتاء، ولكن الأمير المغرور رفض هديتها وأمر حراسه يطردوها من القصر. فقالت له إن الجمال مش كل حاجة، أهم حاجة قلبك يبقى نضيف. حولت لشابة جميلة جدا، وبيظهر وقتها إنها كانت ساحرة. حاول الأمير إنه يعتذر لها ولكن كان فات الأوان. بترمي عليه وعلى القصر لعنة قوية بتحوله لوحش وبيبقى ضخم وبشع، وخدم القصر كله بيتحولوا وبيبقوا مسحورين، ومش بيتبقى معاه غير مراية سحرية يشوف بيها الدنيا من بره ووردة مسحورة اللي كانت هتديهاله. وعشان اللعنة دي تروح لازم يلاقي واحدة تحبه قبل ما آخر ورقة من الوردة تقع، وقدامه لحد ما يبقى عنده 21 سنة أو يفضل وحش للأبد. وهناك بنشوف قرية صغيرة مليانة حركة، ناس رايحة وجاية، وبتظهر بطلة فيلمنا بيل ماشية وسط السوق بفستانها الأزرق وكتابها في ايديها، سرحانة في عالم تاني. كانت بنت مختلفة مش زي بنات القرية اللي كل همهم الجواز واللبس. كانت بيل بتحب القراءة والمغامرات، كل الناس كانت بتحبها، وكان من ضمنهم شاب اسمه جاستو. كان شاب مغرور وأناني، كل همه انه يتجوز بيل بالعافية رغم انها كذا مرة رفضته، ولكن مفيش فايدة. وبتروح بيل البيت وبيكون باباها بيجهز اختراع عشان يقدمه في مسابقة المعرض، وبيبقى يائس انه يشتغل، ولكن بيل بتشجعه وفعلا بيعدل عليه ويشتغل. وبياخد باباها الحصان والآلة بتاعته وبيودع بنته عشان يروح المعرض. وهو ماشي في الطريق بيضيع العنوان ومش بيبقى عارف يروح فين، وفجأة بيسمع صوت الذئاب فبيخاف الحصان وبيوقعه في الغابة ويسيبه يمشي. بيحاول يروح بس الذئاب بتجري وراه، فمش بيلاقي مخرج غير بوابة قصر كبير وبيدخل يستخبى فيها، وبيفضل يخبط على الباب لحد ما بيتفتح لوحده، وبينده لو في حد جوه. مش بيلاقي حد بيرد عليه، فبيمسك الشمعدان في ايده عشان ينور. فجأة بيلاقي ان الشمعدان والساعة بيتكلموا، فبيتخض منهم جدا، بيبقى مستغرب ازاي هما بيتكلموا، وبيكون فاكرهم ان هم اختراع من الاختراعات. وبياخدوه بيقعدوه على الكرسي ويقدموا للشاي، وبيبان ان القصر مسحور وكل حاجة فيه بتتحرك، لحد ما بيدخل عليهم الوحش وبيبقى متعصب جدا من وجود غريب في القصر، وبياخده ويحبسه عنده في الزنزانة. وبيظهر جاستو وهو بيحاول يعرض الجواز على بيل ويغريها بعروضه ووسامته، ولكنها بتطرده بره البيت. وبعدين بتلاقي حصان باباها رجع، فبتقلق عليه وبتركب الحصان عشان يوديها مكان باباها. وبتوصل بيل عند باب القصر وبتدخل جوه تنده على باباها لحد ما بتوصل له، ولما بيشوفها بيقول لها هربي بسرعة، ولكن الوحش بيجي ويشدها. وبتفضل بيل تتوسل ليه انه يسيب باباها عشان تعبان، ولكن مش بيرضى، وبيقولوا انه اتعدى على املاكه، فبتعرض عليه انه ياخدها بدل باباها. وبعد تفكير بيوافق وبيقول لها بشرط تعيش معاه للابد. بتقول له بيل ممكن تقرب في النور عشان اشوفك، ولما بيقرب بتترعب بيل منه، وباباها بيحاول يرجعها عن قرارها، ولكن الوحش بياخد باباها وبيركبه عربية مسحورة وبيقول له يرجعه القرية. وبتزعل بيل انها ملحقتش تودع باباها، وبيجي الوحش ياخدها عشان تروح اوضتها. بيحاول انوار اللي هو الشمعدان يلطف الجو بينهم، ولكن الوحش بيبقى اسلوبه شديد جدا، وبتدخل اوضتها وتقعد تعيط، وبيخبط عليها البراد خدم مع الفناجين الصغيره كسر، وبتبقى مش مستوعبه بيل انهم بيتكلموا وبيكونوا عاوزين يجهزوها للعشاء، بس بيل مش بترضى انها تنزل، فبيتعصب الوحش وبيطلع لها. بيحاولوا خدم القصر يهدوه وانه يتكلم معاها بالراحه ويتحكم في غضب ويحاول يخليها تحب عشان اللعنه تتفك، ولكن بترفض بيل. فبيتعصب الوحش وبيزعق ويقول لها لو مش هتاكلي معايا يبقى مش هتاكلي خالص، وبيمشي ويسيبها. بتخرج بيل من اوضتها في نص الليل وبتبقى جعان وبتروح على المطبخ، ولما بيشوفها الساعه بيعرفها بنفسه ويقول لها انا اسمي زمن، وبتدخل تقول لهم انها جعانه، وبيجهزوا ليها سفره كبيره جدا. بيكون زمن خايف ان الامير يعرف ويتعصب عليهم، ولكن محدش بيهتم. وبتكون بيل عاوزه تاخد جوله في القصر، وبياخدها زمن عشان يوري لها القصر لحد ما بتوصل عند المنطقه المحظوره وهو الجناح الغربي. وبيبقى الوحش منبه ان ممنوع حد يطلع فوق، وكل ما بتحاول تطلع هما بيمنعوها، ولكن بيل بتخدعهم وبتفهمهم انها ماشيه وراهم. وبتطلع هي على الجناح الغربي وبتدخل على اوضه الوحش وبتشوف صورته وهي متعلقه، وبتشوف الورده المسحوره وبتحاول انها تكشف عنها الغطا الزجاجي. وقبل ما بتقرب منها بيظهر الوحش قدامها وبيتعصب عليها جدا
لدرجة انها بتخاف منه وبتاخد بعضها وبتخرج بره القصر وبتقول انها ما ينفعش تقعد هنا تاني، وبتاخد حصانها وبتجري في الغابة وبيهجم عليها شوية من الذئاب المتوحدة وبيحاولوا يهجموا على الحصان، ولكن بيظهر الوحش قدامهم وبيدافع عنه وبينقذها، بس وقتها بيكون اتجرح جرح جامد. فبدل بيل ما تروح بتحاول انها تاخده تروحه على القصر، وفي القصر بتحاول بيل انها تعالج جرحه وبيفضل يتعصب عليها ويقول لها ان كل ده حصل عشان انت هربت، فهي بتقوله انها هربت لان هو مش بيعرف يتحكم في غضبه. وفي الاخر بيل بتشكره على انقاذه لحياته. بنشوف في القريه جاستو وهو قاعد مع واحد وبيحاول يتفق معاه انه يرمي ابو بيل في المصح عشان دي تبقى الحاجه الوحيده اللي تخليه يتجوز بيل، لانه عارف انها بتحب ابوها جدا. وبيخرج ابو بيل عشان يدور عليها وبيكون وقتها جاستو بيدور عليه. وبنشوف في القصر الوحش بيكون قاعد بيتفرج على بيل من بعيد وبيكلم الخدم ويقول لهم انه بدأ يحس بحاجه من ناحيه بيل وان عاوز يعمل حاجه تفرحها، وفعلا بياخدها عشان يوري لها اكبر من مكتبه مليانه كتب. وبتفرح بيل جدا لانها بتحب القراءه جدا. وبيروحوا الخدم عشان يجهزوا العشاء وبيقعدوا على ترابيزه واحده وبيبان انهم مرتاحين لبعض والحب هيكبر بينهم واللعنه هتتفك. بيبداوا يجهزوا الوحش عشان الحفله اللي هيعملها البيل، وبتتجهز بيل وبتنزل الوحش وبيبداوا يرقصوا سوا وبيندمجوا مع بعض جدا. وبتطلب بيل من الوحش انها نفسها تشوف باباها ولو مره واحده، فبيخليها تشوفه في المرايه وبيبان ان باباها تعبان جدا وبتقلق بيل عليه، فبيتنازل الوحش عن حلمه وبيخليها تمشي وتروح لباباها. وبيتصدم الخدم انهم كده اللعنه مش هتتفك، وبتلاقي بيل باباها وهو واقع على الارض وبتاخده بيروحوا على البيت. بيقول لها ازاي هربتي من الوحش، فبتقول له انه مش وحش زي ما انت فاكر وهو اللي سمح لي امشي. وبيخبط على الباب وبيكونوا جايين ياخدوا باباها المستشفى المجانين لانه قال ان في وحش خطف بنته فافتكروه مجنون. فبيجي جاستو وبيقول لها ان ممكن ينقذ ولد لو وافقتي تتجوزين. بترفض بيل وبتدخل تجيب المرايه عشان توري لهم ان في وحش بجد بس طيب ومش بيأذي حد، لكن جاستو بيخوف الناس ويقول لهم انه مش هيرتاح غير لما يقطع راسه. وبيلم اهل القريه وبيهجموا على القصر، ولكن كل خدم القصر بيتجمعوا وبيطردوهم بره القصر. ولكن بيطلع جاستو وبيصوب سهم على الوحش بيوقعه من البلكونه وبيحاول انه يموته عشان عرف انه بيحب بيل. وبيمسك الوحش جاستو وكان هيموته بس قلبه الطيب مرضاه وسابه وراح لبيل، ولكن جاستو جه من ظهره وطعنه وبيقع جاستو من ارتفاع عالي. وبتاخد بيل الوحش وبتقعد تعيط عشان كل ده حصل بسببها، وبتفتكر وقتها انه كده مات. وبتقول له هي بتعيط انها بتحبه قبل اخر ورقه ورده تقع. وفجاه جسم الوحش بيترفع من على الارض واللعنه بتتفك وبيرجع انسان تاني وبيرجع كل القصر لطبيعته تاني. وبتتجوز بيل الامير وبيعيشوا مع بعض في سعاده للابد. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.